الممثل السعودي حسن عسيري. بيني وبينكم وبينه صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. فرصه سعيده. الله يخليك. اولا مبارك لك هذا النجاح يلي كان بشهر رمضان المبارك، بتمنى لك دائما التوفيق. حضرتك الى جانب انك يعني ممثل شاطر، انت منتج ناجح يعني والانتاج فيها ربح وخساره. صح. بدي منك لو سمحت تقييمك لبيني وبينك 4 بهذا الشهر، خصوصا انه كان في نوع من الغياب لفايز المالكي اللي شكلته سوا ثنائي محبب يعني لدى المجتمع العربي بكل وليس فقط الخليجي. يعني انا بقول لك الحمد لله انه مستوى المشاهده كان السنه هذه اعلى بكثير من العام الماضي، وانا يعني اعتقد ان هذا السبب انه كان الحلقات منفصله يعني. ما في ترابط تقصد بالحلقات؟ اي يعني كل حلقه موضوع والتنوع اللي كان موجود، واحنا الحقيقه في بيني وبينك يمكن رايحين باتجاه انه كل جزء يكون فكره مختلفه، يعني ما هو بالضروره تكون نفس الفكره اللي كانت في الجزء الثالث، احنا غيرنا في الجزء الرابع واحتمال نغير كمان في الجزء الخامس. جرت العاده انه احنا عاده فريق العمل بيسافر مع بعض وبنفكر سوا بعد كل عمل. انا كلمه كل يوم احنا حنسافر بعد 3-4 ايام ان شاء الله، والحمد لله مبسوطين الشباب، وردود الفعل كانت مميزة، وإن شاء الله أن القادم يكون أحسن يعني. إن شاء الله. أتراك قبل صورته كمان بأفريقيا إذا ماني غلطان. نعم صورنا في أثيوبيا. بأثيوبيا. ممكن الموسم المقبل يكون في شي بلد كمان ولا حتركز هون على القضايا العربية؟ والله خليني أقول لك ال3 سنوات الأولى اللي قبل الرابع، السنة الأولى كانت في مصر، والثانية في إثيوبيا، والثالثة في تركيا. كانت زي يعني كانت فكرة علاء حمزة كاتب المسلسل أنه خلي الناس تشوف عين جديدة كل سنة. السنة هذه في الجزء الرابع سافرنا لإندونيسيا، أعتقد إندونيسيا بس، لكن حسب الحلقات يعني السنة الجاية في حلقات منفصلة، بس أنا الحقيقة يعني حسب ما أحس أنه ممكن تكون في السعودية أكثر السنة الجاية إن شاء الله. يعني 5 وسادس ورابع ومستمر إن شاء الله. يعني الحمد لله الأمور ماشية، والمسلسل له جمهوره، وصدقني ما في يعني أكبر دليل مثلا النجاح الكبير لطاش، يعني طاش مطلوب من 17 سنة وداخل على 18، وهذا شيء إيجابي. باب الحارة استمر. بعض المشاهدين بيشعروا وكأنه في صراع خفي ما بين بيني وبينك وما بين طاش مطاش، وكأنه يعني بيني وبينك عم بيتحضر حتى يكون لا سمح الله يعني بديل أو لا 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 على الإطلاق. أنا بقول لك على مسألة مهمة. أنا دائما أقول إنه أنا أذكر دائما إنه زميلنا ناصر القصبي يتحدث عن مسألة ضرورة وجود منافس. وعلى فكرة يعني ما في سنة ولا جزء إلا بيتصل ناصر وبنتصل ونحكي مع بعض، وهو عبد الله وأنا تهاني. نعم نتبادل التهاني ونتناقش مع بعض، لأنه خليني أقول لك كل نجوم بيني وبينك هم طلعوا من عباية طاش. صح. طاش كان زي الأكاديمية اللي قدمت كل الفنانين في السعودية، وهذا شيء مهم. صح. طاش ما هو مسلسل، أنا في رأيي طاش مشروع، وانا اعتقد واحد من مشاريعه يعني مثلا اللي هو النجوم اللي في بيني وبينك. وممكن بيني وبينك يصير كمان مشروع بالمستقبل، ليش لا؟ ان شاء الله، هذا الحقيقه، هذا الطموح. صحيح. وهذا يعني هذا قاعد يفكر فيه، خصوصا انه انتم بتتناولوا مواضيع يعني ولو بطريقه كوميديه، ولكن مواضيع اساسيه وبتهم بشكل اساسي المجتمع السعودي. صحيح. بتسلط الضوء بطريقه يعني واضحه ما فيها ولا اي لبس. طبعا احنا نحاول ما نشبه احد، نحاول قدر الامكان احنا ما نشبه احد، لكن في النهايه في فورمات تلفزيونيه ثابته وواضحه يعني. فما في شك انه احنا يهمنا، وابتداء من الجزء الرابع رحنا للقضايا اللي تهم الناس بشكل يومي يعني. صح. كان في ال3 اجزاء الاولى تحكي عن قصه طريفه في داخلها طبعا كثير من المواضيع الاجتماعيه، ولكن انا اعتقد من الجزء الرابع يعني الاتجاه للحلقات المنفصله، وهذا كان قرار استراتيجي من بدايه التعامل مع الMBC انه بعد الجزء الثالث راح يكون في حلقات منفصله ان شاء الله. غيمه ومرقت مع المالكي، ممكن نرجع نشوفكم باعمال سوا ان شاء الله بعد الصلح. طبعا انا بالنسبه لي فايز المالكي اخو عزيز، وبالتاكيد يعني في فايز فنان كبير وله جمهوره، وانا اقدره واحترمه، وان شاء الله نشوفه يعني. انا اتمنى يعني انه نتعاون سواء مع الMBC سواء مع اي جهه. وانا ابغى اكد انه كثير من الكلام اللي يكتب عن هذا الخلاف هو خلاف كان لفتره اخذ اكثر يعني من حقه، يمكن اخذ اكثر من حجمه. اي وان شاء الله بنرجع بنشوفكم سوا اكيد لازم ان شاء الله. تتهم بانك يعني المتهم بريء حتى تثبت ادانته. تتهم انك بتفرض نفسك باعمال من انتاجك. البعض بيوجه لك هالتهمه، ليش؟ والله انا ما بشتغل ترى في السنه الا عمل واحد. يعني أنا بشتغل في السنة عمل واحد، وأنا أعتقد أنه لما أنت تشتغل في السنة 6-7 أعمال وتشتغل واحد، أنا في الأصل ممثل يعني.
وفي أعمال تعجبني لكن يكون المخرج غير مقتنع فيها، يقول لي لا، أو أكون أنا مثلا واحد من المخرجين يقترح علي عمل حتى يعني الحمد لله الآن صار في طلب، يعني سواء لي أو لزميلي راشد الشمراني أو زميلنا حبيب الحبيب أو العمر الديني أو لكثير من النجوم السعودية، صار في طلبات كبيرة من الخليج، لكن برضو هذا دائما يحتاج مني إعادة تفكير. يعني يمكن حبك للتمثيل هو اللي بيدفعك للمشاركة بالأعمال اللي أنت بتنتجها عادة؟ لا، أنا بشارك في عمل واحد. في عمل واحد نعم، فقط من أيام ما كنت بالسنة. يعني من أيام ما كان الإنتاج هو الأهم يعني. طيب نحن ناطرين سليم ودستة حريم اللي هو تغير اسمه، صح؟ كان قبل شو كان قبل؟ لا، هو كان الحريم 12 حريم صار 12. سليم ودستة حريم. سليم ودستة حريم، نحن ناطرين حتى نشوفه وعرفنا أنه خالص هو صار جاهز. نعم، هو تسلم. قبل ما نحكي عنه رح نشوف مقتطفات ونرجع لو سمحت. خليك انا اوريكم شغل الحرام ده حقكم. انا اللي بدي اعلمك، هذا شغل الزلمه ما بيمشي علي انا. مش معقول شو هيدا ولا يا مامي خلص روقي، عجد ما بيستاهل تعملي كرماله هيك. خير ماما شو بك ليه هيك تعبانه؟ عارفه الصحة ما بيلعب فيها، يلا قومي ماما. يا دلة مسلسل 30 حلقة إن شاء الله، متى نعم. رح نشوفه؟ والله ما أدري، العمل صار جاهز عند الإخوان في الام بي سي، وإحنا عادة مسألة البث مرتبطة بالقناة أكثر من ارتباطها بالجهة المنفذة. صحيح. لكن أتمنى إن شاء الله نشوفه. هو قالب كوميدي على حياتي على اجتماعي، خبرنا نعم، شوي. هو سليم ودستة حريم بيحكي عن يعني بيحكي عن أهمية وجود الأب في الأسرة، وعن أهمية أنت سليم صح؟ نعم، أنا سليم، وسليم كان متزوج في أكثر من بلد. في النهاية بيكتشف أنه هو من هالتعدد في الزواجات أنه ضيع بناته وضيع زوجاته وضيع كذا، وراح نشوف الأسباب ليش في قالب كوميدي جديد يعني. دارج هلا كثير زهرة وازواجها الخمسه وسليم ودستة حريم، دارجه هلا قصه التعدد. ناوي تخرج شيء؟ ابدا، انا أبداً؟ قلت لك ابدا. لانه يقالوا انه واحد بصير بينتقد لما بده يقدم على شغله بينتقد اترابه. ليه عم تنتقد نجدة أنزور؟ لا، الموضوع نجدة أنزور موضوع طويل يعني. هو أستاذ وأنا أقدره يعني، هو ولكن يعني كيف في بعض التصريحات الساخنة يعني ضد رأس المال الممول للدراما الخليجية، وهذا كلام قاسي يعني. نجدة أنزور؟ والله شوف، خليني أقول لك، أنا ما اطلعت على نص الكلام اللي قاله. يعني أنا قلت رأيي إنه يجب إنه الناس تتعامل باحترام مع الناس اللي تتعامل معاها يعني. وهو يعني أنا أعتقد إنه هو مدين للدراما او للشركات الانتاج الخليجيه، مدين بشكل كبير يعني. هي عامل مهم في تاسيس اسم نجدة اصلا يعني. لكن في جزء من كلامه انا قرات مثلا عن تاثير الرقابه السعوديه من السابق. لكن الرقابه السعوديه ما لها ذنب. اذا الرقابه السعوديه كانت عندها شروط صح. لظهور العمل على شاشتها السعوديه فهذا حق. لكن اذا استمروا ناس كثير، اذا كانت الرقابه السعوديه تخلت عن هذه الشروط ولا زالت بعض القنوات يعني تلتزم بهذه الرقابه، فهم حرين. ما لهم ذنب الرقابه السعوديه. ولكن انا مع نجدة في جزء ان الرقابه يجب ان تكون مرنه، ويجب لانه الرقابه اذا كانت حاده رح تكون ضد الابداع، ما في شك يعني. صحيح، الرقابه بتقتل الابداع. باقي لي دقيقه، حابب احكي عن دخول الممثلين السوريين والانتاج السوري الى مصر. ليش ما بنشوف ممثلين خليجيين كمان بمصر او انتاج ربما خليجي بمصر؟ خلينا نقول كممثلين، انا اعتقد انه هذه خطوه مهمه، واعتقد الان انه في انفتاح كبير للدراما المصريه، وهي دراما مؤثره ورائده. صح. اعتقد المرحله الجايه انه طبيعه التركيبات المجتمعات العربيه تستدعي وجود مصري في الخليج وخليجي في مصر، واعتقد ان هذه قادمه. مساله انتاجنا احنا كصدف، احنا مقبلين على انتاج ان شاء الله يعني. المرحله الجايه يمكن ابتداء من 2011 راح تكون الصدف هي منتج في الكويت، وهي منتج في الامارات، وهي منتج في مصر وفي سوريا. عندنا توجه عربي اكبر. اذا طلب منك تمثل بمسلسل مصري بتقبل؟ بقبل طبعا. اذا لا، ما في شروط، اني اطلع بلهجتي مثلا. بلهجتك، مش انك تحكي لهجه لا، ما عندي مشكله، لكن احس اني ما راح اطلع كويس يعني. انت عندك مأخذ على اللي عم بيطلعوا يمثلوا بمصر ويحكوا لهجه مصريه؟ لا بس لا. انا يمكن ما اقدر. قناعتك. أي. حسن عسيري، شكرا لك.
كل التوفيق ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك، فرصه سعيده دائما انت ضيف عزيز بام بي سي، انت اخ بام بي سي مش بس ضيف. اهلا وسهلا فيك. ممثل حسن عسيري بنختم معه هذه الحلقه اليوم، على امل اللقاء بكره ان شاء الله بصباح جديد ويوم جديد. مع السلامه.